كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الآنام بشوقه، صلوا عليه وآله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كنا زهقانين، رحنا سنتر عرفة اللي في روكسي، وقبل ما نروح كمان رحنا الكوربة كلنا كشري عند هند. بصراحة نسيت خالص خالص اصور لكم قعدة الكشري والمحل وكده. بس اكيد في ناس منكم يعرفوه اللي ساكنين في مصر الجديدة او كده، هو مشهور قوي المحل بتاع الكشري ده. وكمان طعمه حلو جدا بصراحة يعني. خدنا بعضنا بعد ما كلنا وقلنا بقى نعمل رياضة بعد الكشري، ورحنا على سنتر عرفة اللي في روكسي. عايزة اقول لكم اصلا الشارع اللي فيه السنتر حاجة كده، وهم عند القصر الرئاسة ده بقى ولا رئاسة الجمهورية. تقريبا هناك كده في حاجة كده تحفة. دخلت بقى دي كده شوية أجهزة كهربائية صغيرة، خلاط، على كبة، على مفرمة لحمة، على المكنة بتاعة الإسبريسو. شوية حاجات كده قلت اوريها لكم كده واوريكم الاسعار بتاعتها. دي عصارة برتقان ب350 بدل 440. كمان ده خلاط فواكه ب514 بدل 650. الاسبريسو ب2839 او 2840 بدل 2800. لا سوري، بدل 2300، وقصدي 3800. يا جماعه ما تعتبوش عليا عشان مش ببقى مركزه قوي في الاسعار. تمام. تحت ده خلاط ميانتا ده ب 740 جنيه. مش عارفه ليه غالي كده. تمام. هنا بقى كده في بوتاجازات. طبعا هو السنتر فيه كل حاجة. دي مكنسة كده صغيرة، هي 1400 واط. كانت ب777 جنيه من ساتورن، بس طبعا سعرها روعة. بدل 1300 كانت ب777 جنيه. دي طبعا كانت عروض الوايت فرايداي او الجمعة البيضاء. انا ضد تماما كلمة أو مصطلح الجمعة السوداء، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي اخترع المصطلح ده، لأن ده خير الأيام عند الله. يعني ما ينفعش أبدا نقول عليها جمعة سوداء، دي جمعة بيضة رغم أنف أي حد. ده بقى كانت بناطيل كده بخطين ميلتون، شكلها كان لذيذ، وكان الواحد ب60 جنيه. أنا جبت منه لبناتي، جبت 2. بصراحة سعرهم كان حلو جدا، وكمان شكلهم كيوت وجميل. كان في البتاع ده. هو ليه اسم يا جماعة، كارديجان او حاجة كده. مش هكدب عليكم، انا فاشلة في الاسماء دي، لان على ايامي ما كانش فيه الحاجات دي. يعني ايام الجامعة وقبل ما البس النقاب وكده. ده كان اسمه جاكيت تريكو، او يعني اي حاجة كده، بس هو دلوقتي ليه اسم تاني. انا طبعا لبسي كله عبايات علشان النقاب وكده، فما بقتش مهتمة. بس طبعا بنتي في مرحلة بقى ثانوي وجامعة وكده هعرف كل الحاجات دي. هي كمان بدأت تجيب لبس انساتي، فبدأت ان انا اعرف شوية اسماء. دي سويت شيرتات كده، اللبني ده كان ب60 جنيه، تخيلوا. جبت لهم منه على البنطلون اللي ب60 جنيه ده. كان طقم حلو ولذيذ للبيت. يعني طبعا ده مش للخروج ابدا، يعني عشان تبقوا برضو ايه فاهمين. هو مش تقيل قوي، بس كويس لو لبسوا تحتيه بادي او حاجه في الشتاء. مع البنطلونات اللي انا وريتها لكم اللي بخطين دي هيبقى لذيذ جدا. اهي البنطلونات طبعا 60 جنيه ولا اي حاجة. يعني بجد فرصة جميلة جدا جدا العروض دي. خلاص يا حبايبي. هدخل بقى بعد كده على آه ال آه، هنشوف هندخل على ايه عشان انا ناسيه. اه ده كده شروال لابني. كان ب70 جنيه. هو لذيذ وجميل خالص خالص. وكان مقاسه حلو عليه، فانا جبتهوله. دي كده الالوان بتاعته. هو كان ب70 جنيه الشروال ده. في منه احمر وفي ازرق وفي كمان الاسود. جبت له عليه كمان سويت شيرت اسود كده شكله لذيذ، كان ب40 جنيه فقط لا غير. ده كان جاكيت كده، بس طبعا سعره كان غالي شويه، كان ب690. 690 اه.
تمام، بس هو حلو ويعيش وكمان مبطن وحلو جدا. هنا بقى كده على الشمال دي الموديلات اللي هي التيتاتي اللي هي بتاعت الجدة. تمام. يعني كل سن او كل آه يعني مرحلة من العمر كده هم عاملين لها قسم. عايزة اقول لكم هنا بقى كان في بيجامات كده بيتي برضو كانت الواحدة ب100 جنيه. هوريكم دلوقتي دي. بصوا بنطلونها اهو، لذيذ خالص. اهو بصوا حلو ازاي، وهي كمان مش بطالة وب100 جنيه يا جماعة يعني. مش اي حاجة خالص في الوقت ده، بس بصراحة احنا ما جبناش منها لان كانت طبعا كبيرة على بناتي، هم لسه مش طوال قوي كده. خلاص، بس هي بصراحة فرصة. دي كانت زي دفاية كده صوف ب100 جنيه برضو. بنطلون و البلوزة بتاعته او اهي ده شكلها كده اهو. برضو حلوة ب100 جنيه طبعا ولا حاجة. عايزة اقول لكم اسعار الترنجات والبيجامات واصلة ل400 و400 وشوية، يعني المواضيع دي اللي انا بحكيها دي فرصة الفرصة يعني. بجد حلوة جدا. دي كمان كانت حاجات من التريكو كده، من التريكو كانت لذيذة برضو حلوة، ما كانتش بطالة ابدا، وسعرها كمان كان حلو. مش فاكرة بالظبط كانت بكام، بس كانت ب100 وحاجة تقريبا. خلاص. ندخل بقى هنا كمان عندهم قسم للميك اب والبرفانات والحاجات دي، بس انا بصراحة ما دخلتش فيه. آه هنا في البيجامات بقى البيتي دي بيتراوح سعرها يا جماعة من 200 ل 300، مش اقل ولا اكتر. 200 وحاجة يعني. بس شكلهم كان كيوت ولذيذ قوي. كانوا حلوين يعني، وبرضه سعرهم يعتبر كويس جدا جدا بالنسبة لبره. سنتر عرفة طبعا ليه فروع كتير جدا، وكلها في اماكن روعة، واسعاره مقارنة بالاماكن دي طبعا ولا حاجة، خصوصا في العروض دي. دي كانت بيجامات كده حسيتها خريفي مش تقيلة يعني، اللي كانت على الشمال دي. بس دول طبعا شتوي شتوي. شكلهم كمان كان حلو، كانوا ب200 وشوية، 260 270 حاجة كده. طبعا برضو سعرهم حلو جدا. لان زي ما قلت لكم الترنجات غالية قوي قوي موت يعني. دي حاجات كده برضو خريفي. دي بقى زي دفايات كده وبيجامات برضو. تمام. دي كده كانت سالوبتات بيتي. كانت قطيفة، شكلها طبعا لذيذ قوي، وقعدت اقول يا رب اخس يا رب اخس علشان خاطر اشتري منهم، لان بجد شكلهم كان تحفة. هم بيتي ولذاذ جدا يعني. خلاص. ده كده شكلهم. نيجي هنا بقى زي ما قلت لكم دي كده عبارة عن بيجامات دف قطيفة. برضو سعرها كان تقريبا في اول الميتينات، يعني 200 وشوية، 200 وحاجة بسيطة يعني. خلاص. تحت كده كمان اللي هي التايجر دي. برضو سعرها كان بصراحة مش فاكرة. خلاص يا حبايبي. هنا بقى برضو موديلات كده تحسوا ان هي ايه ستاتي كده، او كبار شوية يعني. خلاص. انا عمالة الف حوالين نفسي مش عارفة ليه، بس تمام. خلاص. كده احنا اعذروني يا جماعة على على التوه اللي انا ببقى فيها وانا بسجل الصوت دي، بس ساعات بلاقي نفسي صورت حاجات كده معرفش انا مصورة ايه. دي كمان كانت باديهات كده ينفع تتلبس تحت الهدوم او تحت الجواكت او كده. خلاص. دي كده كمان كانت باديهات. البادي كان ب15 جنيه بدل 20. كانت حلوة بصراحة، وفرصة برضو جميلة جدا. زي ما قلت لكم دي كانت عروض الوايت فرايداي او الجمعة البيضاء في سنتر عرفة، في فرع روكسي. ليه كمان فروع كتير في وسط البلد، و تقريبا ليه في مش عارفة بصراحة. تمام. ده بقى قسم الاولادي والرجالي. الاطفال اطفال تقريبا ولاد وبنات يعني. دي كده كانت بنطلونات. اللي في الاول دي بنطلونات بناتي لذيذة جدا وكيوت. طبعا انا ما عنديش السن ده.
عندي السن ده بس ابني يعني ولد. بس دول كانوا عاجبني أوي، 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 يعني بنطلونات كده جميلة خالص. شكلها كيوت وجميل. دي كده كمان بناتي، أنا بيستهويني لبس البنات وباحبه جدًا. دي كانت سويت شيرت كده خريفي، اللي هو الLicra اللي بيمُط ده. بصراحة قطن على لِكرا وكان شكله جميل، برضه ينفع يتلبس تحت الجواكت. أنا جِبت ده ليوسف، اللي هو عليه الأسود والكتابة بالإنجلش ده. خلاص. أهو ده كده شكله، كان ب45 جنيه. ده هيبقى حلو جدًا، جدًا تحت أي جاكيت يعني أو كده. خلاص ده كان شكل، وده كمان كان شكل تاني. كان في منهم طبعًا ألوان بقى أخضر وجراي وكحلي، بس أنا دايمًا باحب الفاتح تحت الجواكت. بُصّوا بقى السالوبيت ده هو عُمر شهور أو لسه بيبي لسه مولود، كان لذيذ وقطيفة وشكله تحفة، وكان ب30 جنيه يا جماعة. قطيفة، قطيفة، يعني تلمسيه تلاقي نفسِك ماسكة قطيفة، اللي هي القطيفة الناعمة الجميلة دي. مش التقيلة أوي يعني، بس هو شتوي طبعًا ويدفّي. سعره كان 30 جنيه. كان في منه كتير، اللي حابب يروح. بس أنا للأسف مش عارفة دي هتبقى لحد إمتى، بس غالبًا هتبقى لحد يعني شهر 12 تقريبًا. تحت كده بقى كان قسم أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية وكمان أطقم الحلل. هنا بقى الكبات والعصارات والعجانات ومضارب البيض أو مضرب البيض. عندهم كل حاجة، والحاجات دي أغلبها يعني كان عليها عرض. وكانت حلوة جدًا. ده كده مضرب بيض بعجان. كان ب660 بدل 740. كمان دي هاند بلندر من مينتا. والّا لأ، ده الخلاط اللي فوق ده الهاند بلندر من ساترن، كان ب960 بدل 1100. برضه عرض حلو جدًا. آمم، طبعًا تحت شوية كان دي كانت ده كان عجان من فريش. سعره كان 2000 وشوية بدل 3 وشوية، كان ما يقرب من 1000 جنيه على فكرة خصم. وده مبرد جاك ب1605. خلاص دي كانت شواية جريل من فريش ب830 جنيه. حلوة برضه. خلاص. الدفايات بقى 389 و364، وحسب الحجم يعني زي ما انتوا شايفين كده. ده كان ديب فريزر من الكترو ستار. سعره كان هجيبه دلوقتي. كان 4079. نزلت شوية بقى على في كمان مفروشات تحت وحاجات زي كده. بصراحة هو السنتر لذيذ وفيه كل حاجة العرايس وتجهيزات العروسة. الحلل دي كان عليها برضو عرض اهي ب1689 بدل 2000. كان كمان في المفروشات بقى ملايات ومفارش سرير ومفارش الدفاية دي واللي هي الحفة اللي هي الفايبر وكل الحاجات دي. بس للأسف أنا ما خدتش راحتي قوي في التصوير في المكان ده، لأن كان ممنوع التصوير، وأنا كنت فاتحة الكشاف للأسف وبصور. دي كده حلة ألومنيوم تقريبا بالمصفى بتاعتها، كانت ب400 جنيه. ده شكلها اهو. وانا كنت فاتحه الكشاف وبصور، لقيت الشاب اللي بيشتغل يعني قال لي حضرتك الكشاف مفتوح. فهو كان تقريبا فقسني يعني وعرف ان انا بصور، ففضل مراقبني بقى. فجايه بفتح قفلت الموبايل والكشاف وجايه بفتحه تاني، قال لي يا استاذه ممنوع التصوير عند الحته دي كده بالظبط، طقم السكاكين الحلو ده. قلت له تصوير؟ تصوير ايه؟ حاشا وكلا، انا عمري ما اصور طبعا. بس كده يا حبايبي، بتمنى الجولة تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم.